السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر في طنطا، حسن شحاتة عاشق الزمالك يحييكم من على كورنيش طنطا. اما نصحى الصبح كده ونتفاجئ ونقول نلاقي البنزين غلي. اما البنزين غلي الناس بجد والله الناس هتعمل ايه؟ الله يكون في عون الشعب المصري. وانا مش عارف والله سيادة رئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الناس، هو الشعب اساسا بيعاني يا سيادة الرئيس، هي الناس مش مستحملة. الناس اساسا الله يكون في عونها. وانت سيادتك هو انت مش حاسس بالشعب؟ طيب هو السيد رئيس مجلس الوزراء السيد المهندس مصطفى مدبولي والساده الوزراء اللي معاه، هو حضراتكم مش حاسين بالشعب؟ اما البنزين يغلى وده يغلى والكلام ده كله، يا جماعه الناس الله يكون في عونها بجد. يعني ما احناش عارفين بقى، يغلوا لنا البنزين ويغلوا لنا مش عارفه ايه. طب البنزين ده هيجيب ورا منه بقى الزيت وورا منه الشحن وجنب منه مش عارفه ايه وعلبه السجاير ومش عارفه وكارت التليفون ولا الخط ولا البتاع ولا مش عارف ايه. يا جماعه بجد الناس الله يكون في عونها. هو انتوا مش حاسين ومش شايفين الناس؟ بجد الشعب الله يكون في عونه يا جماعه. ما احناش عارفين نجيب رغيف العيش، في ناس معهاش بطايق، بنروح نجيب رغيف العيش من عند الحر مش عارفين نجيبه، واللي بيدولك عاوز يدولك بجنيه ولا التومين ولا الكلام ده كله. الناس مخنوقه بجد والله. شعب مصر يا جماعه قنبله موقوته ومخنوقه ومكبوته وهتنفجر في لحظه. يا جماعه يا جماعه حسوا بالناس دي بجد، حرام. ارحمونا ويرحمكم ربنا بجد والله، ارحمونا ويرحمكم ربنا. يعني الناس هتعمل ايه دلوقتي؟ اللي عنده اولاد في المدارس وبياخدوا دروس وبيركبوا مواصلات ومصاريف وحاجات من كده وكذا حاجه، يا جماعه الناس هتعمل ايه؟ هو انتوا مش حاسين ومش شايفين الناس ديت؟ ده تبقى مشكله وتبقى مصيبه. يعني يا جماعه بجد حرام، ارحمونا يرحمكم ربنا بجد. احنا زهقنا، الشعب تعب يا جماعه. الشعب لما جابكم كان جاب الناس عشان الحاجه ام 100 تبقى ب 20 والكلام ده كله. للاسف جت بالعكس، الحاجه ام 10 بقت ب 100 والحاجه مش عارفه، وانتوا الفرامل اتقطعت تحت رجلكم، ما انتوش حاسين بحد ولا حاسين بالشعب. يا جماعه شعب مصر بجد مخنوق ومكبوت وقنبله موقوته هتنفجر في اي لحظه. فالكتر الاستفزاز ده حرام بجد. ارحمونا ويرحمكم ربنا. الناس مش عارفه تجيب رغيف العيش ولا رغيف الحر. اما تروح لواحد صاحب مخبز كده ويتامر عليك وتقول له هات رغيف حر يقول لك ما فيش، ويتشنك ويتعمل عليك ليه؟ يعني عشان خاطر ايه؟ وصلتوا الناس والشعب ياكل في بعضه. يا جماعه ارحمونا يرحمكم ربنا بجد، الناس مخنوقه. وانت لما سيادتك ده تتغني لنا البنزين ونصحى الصبح كده عاوزين نصحى الصبح نلاقي خبر حلو كده، محاربه غلاء الاسعار ومش عارف ايه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. انما نصحى الصبح البنزين، طب البنزين ده شوف هيجر في ديله ايه يا سياده الريس؟ هيجر في ديله حاجات كتيره. ومين هنا اللي بيعاني وبيتعب ومخنوق ومطحون؟ هو المواطن المصري او المراه المعيله المصريه. يا جماعه حسوا بينا، حسوا بينا يحييكم ربنا، ارحمونا يرحمكم ربنا. احنا تعبنا، الناس مخنوقه خلاص والله. شعب مصر قنبله مخنوق، يعني موقوته ومكبوته ومخنوقه خلاص. الناس تعبت. حسوا بينا يحسوا بيك ربنا. الناس ولا عارفه، يعني كيلو الرز غالي، كيلو البطاطس مش عارفه بقى بكام، الفرخه بقت بكام دلوقتي. يا جماعه كان من فتره لغايه 2011 كانت الناس لو 50 جنيه تخليك تاكل 3 طقات. دلوقتي 200 جنيه ما يخلكش تاكل طقه واحده. يا جماعه بجد حرام، حرام اللي الناس فيه. ارحمونا ويرحمكم ربنا. الناس تعبانه وبتعاني بجد، يعني الناس بتعاني بجد. الشعب المصري الله يكون في عونه. حسوا بينا، حسوا بينا ربنا، ارحمونا ويرحمكم ربنا بجد. حرام غلاء الاسعار والحاجات ديت. الناس كده. هو سيادتك كنت غاليين لي البنزين ليه دلوقتي واحنا اساسا الناس مخنوقه؟ طب اللي عنده اولاد في مدارس والكلام ده كله وقاعد بالايجار، وكفايه عندنا فاتوره الكهرباء اللي بتسلخ الناس ولا فاتوره الميه اللي بتسلخ الناس. يا جماعه الناس بجد مش عارفه هتلاقيها من غلاء اسعار ولا من فاتوره كهرباء ولا من فاتوره الميه ولا من مش عارف البنزين من يمه ولا يعني اللي بيشرب علبه سجاير. الناس بقت مخنوقه غصب عنه، وبقول لك انا بفك نفسي فيها. طيب يروح يجيب علبه السجاير بكام؟ يا جماعه احنا عاوزينكم تحسوا بالشعب بجد، يا تسيبوها وتمشوا. ما احنا تعبنا، احنا لما جرينا وراكم وانتخبناكم وكده وفي 30 ثانيه وفي 30 و30 6 والكلام ده كله قلنا عشان هنجابه الجماعه الارهابيه
بنواجهها وجبنا حد يحس بينا ويلخص لنا الحاجات والكلام ده كله، ويواجه بعض فساد من ايام نظام مبارك. جيل يعني احنا تعبنا بقى، الفساد زايد اكتر واكتر يا جماعه، والدنيا بقت غلا، الناس مخنوقه يا جماعه، حسوا بينا. الله يعني ربنا يرحمنا برحمته، الشعب تعب بجد، الناس بتعاني. الله يكون في عون المرأة المعيلة، ويكون في عون المواطن المصري اللي بيطلع يضح ويطلع عينه كل يوم عشان يجيب 50 60 جنيه، ولا اللي بيجيب 100 جنيه. طب ده هيعمل بيهم ايه يا جماعة؟ لو عنده 3 أولاد في المدارس اللي في ثانوية عامة ولا كده وقاعدين في إيجار، الناس هتعمل ايه؟ الناس خلاص، اللي بيروح ينتحر واللي بيروح يعمل مش عارفة ايه. ويا جماعه بجد الفرامل تحت رجلكم اتقطعوا ومش حاسين بالشعب ومش حاسين بمعاناه الناس. ما ينفعش. دلوقتي لما اروح اجيب حر من الطابونه، ابص الاقي راجل بيدوني صاحب المخبز بيدوني بجنيه، وواحد تاني يتامر عليه يقول لي مفيش عيش ويزعق عليا كده. طب ما انا ممكن كمواطن انت هتستفزني، همسكك وهضربك وهتعمل هخش في مشكله وكده. مين السبب هنا؟ احنا لما انتخبناكم وجبناكم ونزلنا يا راجل ثوره وقلنا ان انت تبقى رئيس، عشان ان انت تيجي تعمل لنا الحاجات دي وترخص لنا الحاجه وتحس بينا والكلام ده كله. فين يا سياده الرئيس المزارع السمكيه اللي اتعملت؟ وفين ال1.5 فدان استصلاح اراضي؟ المزارع السمكيه دي لما كنا معاكم كنت انا بمشي اتكلم مع ناس اقول لهم السمك هيبقى ببلاش، الفراخ واللحمه والحاجات دي هتنزل غصب عنهم، وهنعمل حاجات، والرئيس هيعمل لنا حاجات جامده. كل الحاجات دي طلعت في الهوا وطلعت فنكوش، واحنا تعبنا بجد بجد. حرام حرام يعني. الناس بتعاني، شعب مصر بيعاني، والناس خلاص يعني الناس مش مسموع ان الناس ساكته كده، ان الناس لا، ما هو الناس بتعدي، بس كتر الخنقه وحشه والظلم وحش والكلام ده كله. يا جماعه بجد ارحمونا ويرحمكم ربنا. شعب مصر قنبله موجوده بجد، الناس مخنوقه، الناس مش قادره بجد. الناس يعني اللي اتدين ولا اللي راح يستلف فلوس ولا اللي راح ولا اللي عمل ولا اللي عمل، الناس مخنوقه يا جماعه بجد، والنبي ارحمونا وحسوا بينا. الشعب المصري بيعاني بجد اشد المعاناه يا جماعه. ما ينفعش الفرامل اتقطعت تحت رجلكم، اربطوا الفرامل وحاربوا وانزلوا شوفوا الاسعار واعملوا للناس ديت. دلوقتي اللي عاوز يعمل اي اكله ما بيعرفش ال 200 جنيه ما بيكفوش طقه واحده. طب الناس هتعمل ايه؟ المواصلات ولا مصاريف الاكل والشرب، متطلبات الحياه، الحاجات الحياتيه، الاكل والشرب والغلاء اللي احنا فيه ده، الناس هتعمل ايه؟ بجد حرام يعني. الناس بتعاني، عاوزين كده ايه يعني، يحسوا بينا بجد بجد. الشعب المصري يا جماعه تعب دلوقتي، عشان تروح تجيب رغيف عيش حر انت بتتبهدل. دلوقتي في طوابير على التومين، وتلاقي التومين غلي، وده مش عارفه ايه، وحاجات بتنقص من التومين، وحاجات مش عارفه ايه. يا جماعه بجد. السيد المهندس مصطفى مدبولي، هو انت حضرتك بتنام ازاي ولا بتاكل ازاي وبتنام؟ يعني انا عاوز اعرف انت حضرتك بتاكل ازاي وبتنام ازاي؟ يعني ان معاناه الناس ديت ما انتوش شايفينها؟ لا والله، انزلوا لو مش شايفين، انزلوا شوفوا الشارع بجد. انتوا لو مش شايفين الناس وحاسين بالناس، انزلوا شوفوهم في الشارع وحسوا بيهم، حسوا بينا يعني، وارحمونا ويرحمكم ربنا بجد والله. قلنا هنعمل المزارع السمكيه والسمك هيبقى رخيص والكلام ده كله، مفيش ولا حاسين بحاجه. الدنيا غلا. كيلو السمك اللي قد كده، اللي قد الصباع الصغير ده، بتلاقي الكيلو ب 45 جنيه وب 50 جنيه، واللي اكبر شويه ب 60 وب 65 وانت طالع. طب الناس هتجيب منين ايه؟ احنا الوصول في ايام المزارع السمكيه لما كنت بعمل مع الناس، وانا انتخبتك يا سياده الرئيس مرتين، كنت بعمل مشاكل مع الناس بسبب حضرتك، وكان الناس اقول لهم ده هيعمل مزارع سمكيه والسمك ده هيبقى ببلاش وهيرخص لنا الحاجه، واللحمه والفراخ والدواجن وجميع الاسعار دي هتنزل لوحدها عن طريق السمك والحاجات اللي سياده الرئيس بيعملها. فين يا سياده الرئيس المزارع؟ انا مواطن مصر اهو، وانتخبتك مرتين، وحقي وان اسالك، وواجب عليك انك ترد عليا. فين يا سياده الرئيس المزارع السمكيه والحاجات ديت؟ ما احناش عارفين. دلوقتي الشعب والناس بتعاني يا سياده الرئيس. يعني دلوقتي احنا مش عارفين والله الحاجات دي فين، الحاجات دي فين بجد بجد. فين المزارع السمكيه؟ انما نصحى نلاقي البنزين غير، مش عارف ايه طيب البنزين اللي هيغلى ده يا جماعه هياخد ايه بقى وراه؟ هياخد الحاجات كلها ورا منه ونتأمر. طب كده الشعب هيروح فين؟ ما الناس هتاكل في بعض، الناس هتولع في بعض. يا جماعه انتوا مش حاسين بينا؟
يعني مع السلامه، كتر خيركم على قد كده وشكرا، كتر خيركم وسيبوها ونشوف حد يحس بينا بجد. احنا خلاص تعبنا، الشعب المصري تعب بجد والله العظيم. الشعب المصري بيعاني يا جماعه، الشعب المصري تعب. حرام حرام حرام، احنا مش مستحملين غلاء تاني. احنا نفسنا كده نصحى في يوم الصبح نلاقي الحاجات كده، الحاجات بسم الله ما شاء الله في المتناول، الاسعار في المتناول، الحاجات دي. يا جماعه بعد اذنكم ارحمونا ارحمونا يرحمكم ربنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمالك.